مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الحمام المحشي بالرز، وازاي يطلع معانا بالشكل التحفة ده. الحمام الصح هو الحمام اللي بيتعمل في البيت. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة خالص، تابعوا الفيديو للآخر. في البداية هبدأ بالرز. هسوي الرز، طبعا احنا ما بنعملش الرز بالبصل لينا في البيت، بس لو في حالة انه اوردر انا بعمله رز بالبصل عادي خالص، بس ده انا عاملاه للبيت عندي. بدي الرز غلوتين بالظبط على النار، وبعد كده بصفي الرز واغسله بمية عادية خالص من الحنفية، وبعد كده برجعه على نار هادية خالص خالص، وازود له شوية ملح وفلفل ومعلقة سمنة بلدي. اهم حاجة السمنة بتكون بلدي، بتديها ريحة حلوة خالص. هنا بعد ما خلاص اخد الرز غلوتين وصفيته وغسلته، رجعته على نار هادية خالص. ربما يكون في مية متبقية في الرز تنشف معانا على النار. بعد ما خلاص اتأكد انه مفيش مية في الرز خالص، بشيلهم من على النار واركنهم على جنب لحد ما احضر الحمام. هنا عندي الحمام طبعا غسلاه ومخلياه زي الفل، ومنطفة الزوري بتاعه وكله تمام، جاهز بالظبط على الحشو. بعد كده أبدأ أفصل الجلد عن الحمام، واحنا بنفرغ فيه نشتغل بالراحة خالص علشان بس ما نقطعش الجلدة معانا، ونحافظ على الشكل بتاعها. طبعا هنا مدخلة صباعي، أهم حاجة ما يكونش الضوافر طويلة علشان ما تبهدلش معانا جوه. طبعا الحمام في حالة ان احنا هنحشيه تحت الجلد بالشكل ده، ما بنسيبش اي زوايد دهون من جوه، لازم نكون شايلينها ومنظفين تحت الجلد تماما، علشان بس ما تبقاش عاملة كتل معانا في الحمامة من بره، بيبقى منظرها مش حلو. نشتغل بالراحة خالص، اي حاجة كده تقابلنا زايدة بنطلعها معانا، وندخل صباعنا من فوق علشان برضو نتأكد انه مفيش اي حاجة مكفولة من جوه. بنبين هنا الصباع كده خلاص عزل الجلد عن اللحم. وبعمل كل كمية الحمام اللي عندي بالشكل ده. بعد ما اخلصهم خلاص من التفريغ، باخد الأجنحة بكتفها لورا. بعد كده هنبدأ نحشي. طبعا احنا الرز عاملينه من البداية، فهو هدى شوية معانا من السخونية، نقدر نستخدمه على طول دلوقتي. هنا خلاص الحمام ريدي للحشو. وده طبعا على حسب كل واحد ما هو متعود يحشيها ازاي. في ناس بتحب تحشيها من الرقبة، في ناس بتحب تحشيها من البطن، يعني ده كل واحد هو متعود يعملها ازاي. انا بحب احشيها في البطن الاول، وبعد كده بقفلها، وبعد كده ابدا احشيها من الرقبة لحد تحت الجلد اللي هو فوق صدر الحمامة. يعني ده كل واحد على حسب هو بيرتاح في ايه، يعني الاسهل ليكم اعملوه، يعني كله حلو من ايديكي. بعد ما خلاص خلصت البطن هنا بقفلها بالشكل ده. بعد كده هبدأ احشيها من فوق من الرقبة. طبعا ما نزودش الرز علشان ما تضربش معانا في الحلة. الرز يكون خفيف، ما يكونش كمية كبيرة، وما يكونش كده متكتل. يعني اول ما نحرك الرز كده بصوابعنا بيتحرك بكل سهولة، عشان لو كمية الرز كتيرة هتضرب معانا لا محالة في الحلة. فاحنا ما نكترش، يعني خفيف خفيف كده علشان يطلع معانا مظبوط. طبعا هنا خلاص اول شوية كده بحطهم بنزلهم على الصدر لحد ما اوصل لنهاية الرقبة من فوق بالشكل ده. هنا بنزل هنا بصوابعي بالراحة خالص، بينزل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلاص هنا احنا ظبطنا صدر الفرخة، حشيناه خلاص. بعد كده هحشي باقي الجزء اللي من فوق، وكده يبقى ضن. وبكمل كل الكمية بالشكل ده. المهم ما نزودش الرز في الحمام. انا خلاص كده بنظبط الشكل، عشان الشكل اللي هيدخل بيه الحلة هو اللي هيطلع عليه. فاحنا عايزين الشكل يكون كده حلو ومظبوط، مفهوش اي حتت عالية ولا حتت واطية، كله يكون يعني ليفل واحد.
شايفين هنا الرز لما بحركه بيتحرك بكل سهولة. ده كده كمية الرز مظبوطة خالص. بعد كده هنا خلاص، بعد ما نضفتهم من الرز اللي من بره وكده، خلاص هنا الشكل زي ما انتوا شايفين. هبدأ انزلهم في الحلة. طبعا المية اللي في الحلة لازم تكون بتغلي. بتغلي يعني بتغلي، مش اللي هي خلاص سخنت احنا بننزل فيها الحمام، لازم تكون بتغلي بالشكل ده. دلوقتي احنا هننزل الحمام، بننزل الحمام على ظهره علشان بس ما يضربش معانا، بنريحه خالص. المهم المية تغطي الحمام علشان مش هفضل اقلب فيه كل شوية ويضرب معانا ويطلع الرز ويتبهدل ويبقى مش حلو يعني. بعد كده بنزل التوابل بتاعتنا والحاجات اللي احنا هنضيفها للمية. عندي طماطميتين وشوية توم وورق لوري وليمون مجفف، وبضيف ملح وفلفل ومرقة دجاج. مش بضيف اي اضافات تانية. طبعا المرقة يدوب ربع معلقة مش كتير، وبغطي عليهم وبسيبهم يستووا، بياخدوا حوالي ساعة. وعلى حسب سن الحمام كبير او صغير يعني ده بيختلف في الوقت. يعني ممكن ياخد ساعة، ممكن ياخد ساعة الا ربع، ممكن ساعة وربع. يعني بنشوف على حسب نوعية الحمام. بسن السكينة الصغير وبتأكد أشوف الحمام استوى ولا لأ. وبعد كده بطلعه واسيبه يتصفى من الشوربة خالص، وارش له رشة ملح وفلفل أسود خفيفة خالص. وفي طاسة عميقة بضيف زيت وسمنة، وابدأ احمره على نار متوسطة، معلش النار خالص علشان برضو ما يضربش معانا. وبعد كده بفضل اقلبه على كل ناحية لحد ما يتحمر ويبقى بالشكل ده. ولو عايزين تغمقوه اكتر من كده او تخلوه فاتح اكتر من كده يعني براحتكم. انا ده اللون المناسب لينا. طالع هنا شايفين جميل ازاي شكلا وطعما، طعمه كمان خطير. مستوي 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 وفي نفس الوقت محافظ على الشكل بتاعه. الحمام بتاع البيت ما ينفذوش اي حمام تاني. يعني طعم وشكل وبعد كده احنا بنحط البهارات اللي احنا عاوزينها وبنعمله بالطريقة اللي تريحنا. الموضوع مش متعب خالص، بتطلعي احلى حمام من ايديكي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وفولو على صفحة الفيسبوك مطبخ كاما. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.